السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نغوصوا في خبايا قضية هزت الرأي العام في مدينة الدار البيضاء. قضية كتحمل في طياتها غدر كبير ونهاية مأساوية لواحد من جنود الخفاء في هاد المدينة اللي هو مول الطاكسي. بزاف منكم سمعوا بالخبر، ولكن اليوم عندنا معطيات صادمة ومستجدات قوية بزاف كشفها شاهد عيان غادي تقلب الموازين ديال هاد القضية. واش هي جريمة سرقة عادية ولا كاين ما هو أعمق؟ علاش هذا الشخص بالضبط اللي كان خدام على وليداته ازيد من 30 سنه؟ بقاو معنا اخواني اخواتي باش نفك خيوط هذا اللغز الجنائي باسلوب ديال التحليل المنطقي. اخواني اخواتي، كاي ليله عاديه في كازا، السيد كان كيدور بالطاكسي ديالو كيقلب على رزق الحلال، ولكن في الظل بطبيعة الحال كان كاينين وحوش آدمية كيتسناو الفريسة ديالهم. الشاهد اللي خرج اليوم كيعاود تفاصيل تقشعر له الأبدان بهذا المصطلح إخواني وبهذه العبارة. كيقول أنه قبل ما يوقع اللي وقع، هاد المجرمين اللي بطبيعة الحال معروفين بالسوابق ديالهم في الحي حاولوا يجريسيو واحد السيدة مسنة كبيرة في العمر، ولكن من اللي لقاو ما عندها والو دوروا العين للراجل ديال مول الطاكسي. الشاهد كان حاضي كلشي من بعيد وشاف كيفاش الطاكسي الأول ما وقفش ليهم حيت كان عامر، ولكن الطاكسي ديال الضحيه ديالنا غادي يوقف بنيه صافيه باش يتعاون معاه، وقف باش يركبهم وما عرفش باللي كيركب الموت ديالو بيديه. هنا كيبدا التحليل ديالنا اخواني ديال بصح. طاكسي زاد 21 متر لقدام، الشاهد سمع الغوات وشاف الحركه غير عاديه لداخل ديال الطاكسي. في لحظه ديال الغدر هاد المجرمين صفاوها لهاد السيد، والهدف بطبيعه الحال اشنا هو؟ ماشي غير الفلوس، بل حتى الطاكسي بحد ذاته. نزلوا الضحيه في مكان ديال الخلا، لا حول ولا قوه الا بالله صراحه، وطلع واحد فيهم وساق الطاكسي بواحد السرعه جنونيه وهربوا من عين المكان. الشاهد هنا كيقدم لنا معلومه ذهبيه: هاد الاشخاص ماشي غرباء، هادو ولاد درب ومعروفين بالنشل والسرقه، وهذا الشيء اللي خلى الابحاث تمشي في واحد المسار اللي دقيق وسريع بزاف. كمحللين لهذه القضيه كنركز بزاف على واحد النقطه ذكرها الشاهد، وهي الكاميرات. المجرم ديما كيغلط، وهاد الناس فكروا باللي المكان الخالي غادي يحميهم، وهذاك الخلا كامل ما غاديش يظهروا وما غاديش تعرف الهويه ديالهم. ولكن ملي هربوا بالطاكسي دازوا من واحد ستوب اللي فيه كاميرا ديال المراقبه. هذه الكاميرا هي اللي جبدات الماتريكول وحلات الباب للامن باش يحدد المسار ديالهم. ومن هذا المنبر كنأكدوا على ضروره توفر الكاميرات داخل الطاكسيات، حيت هي اللي كانت غادي توثق الجريمه بالصوت والصوره وتكون دليل قاطع ما فيهش الشك. الامن دار مجهود جبار، وبناء على شهادة ديال الشاهد وتفريغ الكاميرات تم تحديد الهوية ديالهم والقبض عليهم. من بعد الاعتقال بطبيعة الحال جات اللحظة اللي كينتظرها الجميع، المواجهة والاعترافات. هاد الناس اللي ما راعاو لا السن ديال الضحية لا الكون ديالو اب الوليدات وخدام عليهم 30 سنة اعترفوا بالفعل ديالهم. الصدمة هي البرود اللي كيتكلموا به. هاد القضية ماشي غير جريمة عادية، هادي جرس انذار اخواني اخواتي لينا كاملين. الضحية وللاسف لقاوه في واحد المكان معزول من بعد ما تخلصوا منه، وهذا الشيء كيبين حجم القسوة والنية الإجرامية المبيتة اللي كانت عند هاد الناس. فاخواني اخواتي كنقولوا الله يرحم هذا الفقيد ويصبر العائله ديالو والجيران ديالو اللي شهدوا كاملين بالطيبوبه والاخلاق ديالو العاليه. القضيه اليوم في يد القضاء، وبصفتنا محللين ومتابعين كنطالبوا باقصى العقوبات باش يكونوا عبره لمن اعتبر به سائق الطاكسي، خصوصا بالليل ولات محفوفه بالمخاطر. واجب علينا كاملين نضامنوا معاهم. كانت هذه قصة غدر انتهت بفضل شهادة لله وتدخل أمني حازم، فشكرا لكم بالمتابعة. خليوا لي التعليقات ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.